السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وهنعمل مع بعض النهاردة تاني فيديو من فيديوهات حلويات المولد النبي عليه الصلاة والسلام. هنعمل مع بعض النهاردة الجزرية او الملبن الاحمر. ما شاء الله شكله واضح جدا وطريقته سهلة جدا 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 والنتيجة حلوة وكمية كبيرة جدا بكوبايتين سكر بس. اضغطوا لايك كده، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونشوف طريقة التحضير معانا والمكونات بتاعتنا ازاي. حطوا لايك كده ويلا بينا. دلوقتي انا معايا في طاسة كده هنزل بكوبايتين سكر. لو حابة تقللي الكمية عادي عادي، يعني بتنقصي المكونات، حابة تزوديها بتزوديها ايه الضعف. تمام. كوبايتين سكر، وبنفس الكوباية اللي انا هيرتبها السكر هحط كوبايتين مية. وهقلبهم بالمضرب بالشكل ده كده لما السكر بتاعنا يدوب، وهرفعها على النار. هنزل عليها بمعلقتين كبار من عسل الجلوكوز، معلقتين كبار. وهنقلبها كويس جدا لما السكر بتاعنا يدوب خالص. ودلوقتي انا رفعت الطاسة بتاعتي على النار، وكده هنزل هنا بربع كوباية مية، عليهم معلقتين جيلاتين بودر، جيلاتين نباتي بنجيبه من عند العطار. هندوب الجيلاتين في المية كويس جدا ونركنه على جنب. ونروح بقى على على البوتاجاز كده مع التقليب المستمر على طول. هنزل بقى بعصرة نص ليمونة او ربع معلقة ملح ليمون، ورشة فانيليا او مية ورد اللي متوفر عندك بتحب تنزلي عادي. ويفضل مية ورد برضو بتضيف للجزارية بتاعتنا او للملبن بتاعنا ريحة مميزة كده. دلوقتي بقى هجيب على نص كوباية مية هضيف عليها 8 معالق نشا كبيرة، 8 معالق هرمية من النشا. نضيف عليهم بقى نص كوباية المية وندوبهم كويس جدا. هنقلب حلو جدا لما النشا تدوب خالص. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك.
ونروح بقى على البوتاجاز. طبعا الخليط بتاعي بدأ يغلي بالشكل ده كده، وما عادش طبعا فيه اي سكر خالص. هننزل بالنشا، بمية النشا، مع التقليب بقى على طول عشان النشا ما تربطش مننا. بالتقليب بقى على طول بالمضرب كده بالشكل ده. ايدينا فيها على طول، طبعا على نار هادية. انا طبعا ما فصلتش الكاميرا ومعاكم خطوة خطوة اهو، على نار هادية كده، تقليب على طول على طول على طول عشان النشا ما تربطش، تكتل مننا كده وتبوظ. هنفضل نقلب لما الخليط يبقى شفاف شوية كده. بدأ الخليط بتاعنا يتقل ولونه يبقى شفاف، هنزل عليه بقى. ده لون احمر غذائي، لون جل، احمر جل، او ممكن نضيف مكانه جيلي بالفراولة. مع التقليب برضو على نار هادية، وما بنسيبش التقليب خالص. وهنا هنزل بقى بالجيلاتين اللي انا كنت مجهزاه، ننزله تقليب برضو على طول. وهنا هضيف بقى نص كوباية من الفول السوداني محمص، طبعا فول بدون ملح، او نقدر نضيف مكسرات بقى، عين جمل، لوز، فستق، اي حاجة متوفر عندنا. تقليب برضو على طول شوية كتار كده، نفضل نقلب. كل ما بنقلب كل ما الخليط بيتقل معانا. نشيل المضرب ونبدأ نقلب بالاسباتيولا كده عشان نلم الجوانب كويس، على نار هادية برضو عشان ما يشيطش، ممكن يتحرق مننا ويلزق. طول ما الخليط على النار ايدي فيه بتقلب على طول. وهنا سبت ابني يقلب عم اجهز البايركس كده، وهديله دهنة زيت كويسة جدا من الجنوب وكده، عشان طبعا ما نيجي نقلبها تفصل مننا. طبعا ما زال التقليب برضو زي ما هو بيقلب على طول. وهنا بقى انا اطفي النار وهجيب الخليط بتاعي، هنزله بقى كده بالشكل ده. طبعا انا هركنه بقى كده على على الحوض كده شويه، هغطي وشه بكيس بلاستيك حراري، وهركنه شويه على الحوض كده لما يبرد. وبعد ما يبرد هدخله التلاجة. احنا طبعا بالليل هندخله التلاجة من بالليل للصبح، والصبح بقى نشوفه مع بعض.
لان طبعا ما ينفعش ندخله التلاجة وهو سخن كده. ده كيس حراري طبعا عشان هي سخنة. غطي وشها بس كده وهسيبها بقى كده لما تبرد ساعة ولا حاجة وادخلها التلاجة. وهنا بقى ده كده تاني يوم الصبح نجيبها بقى نسلك الجوانب البايركس كده بالشكل ده، ونقلبها على طبق كده. طبعا هي مدهونة زيت وما شاء الله تفصل لوحدها، هنسيبها كده لما تنزل لوحدها. نزلت معانا اهي ما شاء الله جميلة جدا ومتماسكة. طبعا هنجيب بقى سكينة نبلها يعني زيت او نشا. معايا القطاعة ديت كده ده دهنها دهنة زيت، وهبدأ اقطع بها كده. تقطع بقى زي ما انت حابة، حابة تقطعيها طويلة، حابة تقطعيها مكعبات، شرايح زي ما انت حابة. طبعا الحتة اللي فيها فول بتقطع كده بايه بصعوبة، فعشان كده الفولة دي وقعت. بس ما شاء الله طعمه جميل جدا وشكله حلو جدا وسهل جدا 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 ومش مكلف خالص. يعني يا دوب كوبايتين سكر وبنعمل كمية حلوة جدا. نشوفه بقى مع بعض كده. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جميل جدا وقوامه حلو جدا. طريقة سهلة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، ودمتم في أمان.